5 سنين وقت. ايوه واحد يضرب في النيابه وياخد 5 سنين. امال بقى الحرام اللي سرقك وقتل ابنك مش لازم يكون ابنك. مش مش فساد دي فساد كده، مش فساد دي فساد. معلش اعتبرني اخوك. انا مش مرتاح وانت جزمتك. انا اولا انا خليك صغير مش مطلوب. انا راجل صنايعي نجف في درب البرابره من قله العيشه والاب اللي بنقبضه والجو مريح ونايم. انا شغال على توك توك يوم 10 جميل. وبعدين عايز ايه؟ انا من هنا من طريق انا كنت رايح الماتش الصبح. طب عايز ايه من اللي انت في الوقت اللي جابني هنا؟ امثالك دول عشان ايه؟ ايه اللي شفته؟ افتح التلفزيون وشوف. التلفزيون بيسخن. ما كل اللي جاي هنا جاي التلفزيون هيسخن. مش عارف انا واقف هو شوف. لا بس بقول لك ايه انا النهارده فكرك تتفرج التلفزيون بيغيبك من ايه؟ نعم هو فين الشغل؟ هو فين الشغل؟ فين الشغل؟ الديبوتي كام حبيبي؟ اولا بص اقول لحضرتك انا متجوز ومعايا عيل اسمي خالد. معايا عيل عايزين احنا البلد. انا اولا عشان اعمل لي يوم لوبيا ولوم يوز انا ممكن شربة اخش عليها كل ما مراتي في معيدي. بكلمك بصراحه ربنا مش مبسوط من الناس دي. انا والله حرام يوم 20 جنيه بالعافيه. بلد حرام اللي بيحصل ده في البلد. مش المنظر ده بقى. انا حاليا طارع امبارح عشان كل يوم اخد ثاني ما احلقش يا جماعه على اني كنت تعمل حوسه في صور يا هي معلش برضه الجبهه العسكري هقول لك الجبهه العسكري حضرتك دلوقتي معلش انا اسف من الاخر قال لك ايه؟ قال لك حسني مبارك ولا استاذ مبارك يبقى هناخد منها الارض اللي عندها وهنسيبها عشان خاطر على التلفزيون والاعلام والصحافه كله اي حد ولا تيجي كدب اهو. لا انا حصل ايوه حصل. لا مين قال الكلام ده؟ برضه نزلوا قرار يا عم انت خرجتوا بره الموضوع. ايه يا عم احنا عايزين الناس اللي جوه تطلع حضرتك بس. خدوهم دلوقتي بس دلوقتي بس كلمني ايه انا مشكلتي مع الامن المركزي موجودين زميلي ومديني بقى هحاسبهم وراح اعمل تحقيق. لا كلمهم عايزين يقتلوا دلوقتي النهارده من الصبح احنا من الصبح. في ناس كتير قوي جوه والله بقى. الله ينور صح كده يا جماعه. عايزين يقتلوا اللي جوه. خلاص يا جماعه بقى سيبوهم بقى. مش لاقي حد ياخد ده زعلان على شحن عليه على الهوا من المجلس الاعلى. واحد المجلس الاعلى قال له انا هتبنى القضيه. بعد يومين طلع قال محمود سعد بنفسه ما حدش عبره وهو في المستشفى. ليك شهيد مش هنقول الكلام ده. ده نمره واحد. ده ابني يا جماعه ما فيش حاجه حصلت.